أعزائي المتابعين، جايبة لكم فيلم جميل جدا ونادر، فيلم الزوجة العذراء، بطولة عماد حمدي وأحمد مظهر وفاتن حمامة. الفيلم تصنيفه جريمة وغموض. أول مشهد بنشوف مجدي الشاب الغني الوسيم وهو بيتسابق مع صديقه الدكتور فؤاد، لكن بيقع مجدي من على الحصان وبتسبب له الحادثة دي في عجز في رجله وعجز كمان تاني. بيمر على الحادثة سنتين، لكن خلال السنتين دول بنشوف ان فؤاد الصديق المخلص الوفي لصاحبه مش بيسيبه ابدا، وكل شوية بيديله امل وبيديله الأدوية اللازمة لأنها تساعده على الشفاء. لكن بنلاقي إن مجدي زهق جدا من كل الأدوية وحاسس إن حياته ملهاش لازمة وملهاش طعم، فبيقترح عليه صديقه إنه يغير جو ويروحوا اسكندرية سوا عشان نفسيتهم تتحسن. بيروح فعلا، وفي اسكندرية بنشوف مشهد لسعاد هانم والدة منى قاعدة مع المحامي بتاعها، بيكلمها ان عليهم ديون ولازم تتصرف بسرعة تبيع العزبة والا البنك هيحجز عليها. فبتقول له سعاد انها مش هتقدر تبيعها الا لما منى بنتها تتجوز الاول، عشان هي عايزاها تتجوز من واحد غني، فلازم طبعا يبانوا قدامه بصورة كويسة، وبعد ما تتجوزوا هتبقى ساعتها تسوي الموضوع ده. وبتقول له يحاول يشوف حل مع البنك ويبلغها بيه. أثناء ما هما بيتكلموا بيجي الدكتور فؤاد في نفس الفندق، فبيقوم المحامي يسلم عليه، وبعد كده بيقول لسعاد هانم ان هو كان زميله في ثانوي وان هو بقى دكتور وبقى غني وعنده عزبة وعنده عمارتين، انما هو اختار يكون محامي. فبتفرح سعاد وبتعرف انه غني، فبتحاول تتعرف عليه، بتعمل نفسها انها تعبانة وبتدور على دكتور. تسأل عامل الريسبشن اللي بيقول لها ان ده دكتور فؤاد، بتقول له ان الشمس تعبتها وعايزة كريم عشان تتعرف عليه. طبعا بيكتب لها على كريم، وبعد كده بنلاقي منى نزلت بتنده على مامتها فبتعرفها على فؤاد، بتحاول ان هي تخليهم يعني يتعرفوا على بعض. كمان في الفندق وهي قاعدة مع صديقتها جليلة هانم، هي ومنى بيلاقوا ان الدكتور فؤاد ماشي، فبيندهوا عليه عشان يقعد معاهم. اول ما بيقعد معاهم بيتحججوا جليلة وسعاد ان عايزين يتكلموا في التليفون عشان يسيبوا منى وفؤاد يتعرفوا على بعض. وفعلا بنلاقي فؤاد معجب جدا بمنى، وهي كمان بتبادله نفس الشعور. بعد كده بيطلع المجدي وبيحكي له انه قابل بنت جميلة ورقيقة جدا، وانه هو يعني حبها من اول نظرة. طبعا مجدي بيفرح، بس بيروح مجدي تاني يوم بيقول له انه هيروح يصطاد، ولما بيروح يصطاد بيكون في نفس الوقت منى بتصطاد، وبيتعرفوا على بعض وبيشيلها الشنطة بتاعة السمك بتاعها. وهو بيوصلها للفندق مجدي بيلاقي جليلة هانم قاعدة مع سعاد، وجليلة دي بتكون صديقة والدته المتوفية. بيسلم عليها وبيروح مع منى عشان يشيلها شنطة السمك. فجليلة بتقول لسعاد ان ده عريس غني جدا ولقطة، وهو ده لو عايزة اتجوز منى لحد غني مفيش اغنى منه، وان هو عنده املاك كتير وعنده اموال كتير. بتفرح سعاد يعني بتنقل العطا بقى من على فؤاد، وبتقرر انها تتجوز منى المجدي لانه هو الاغنى. وبيطلع مجدي يحكي لفؤاد على برضو ان هو شاف بنت جميلة، هما اتنين بيتكلموا على منى بس هما اتنين ما يعرفوش. بيحكي انه شاف بنت جميلة، وبعد كده بتقرر سعاد لما السمك بيجهز والطباخ بيعملوه لهم انها تبعت السفراجي بسمكة لمجدي على سبيل يعني التعارف او كده الهدية. بيفرح مجدي جدا لما السفراجي بيجيب له السمكة، وبيعتقد ان منى اللي بعتها له، وبيقول فؤاد ان يعني البنت اللي بيحبها هي بتحبه وهي كمان، وبعتاله كمان هدية. وبيقول له ان الفندق عامل حفلة وانه هو لازم ينزل يقعد معاها، وبيقول لفؤاد انه لازم ينزل هو كمان عشان يشوفها. فؤاد لما بيلاقي صاحبه فرحان كده بيحاول انه هو ينصحه ويحذره انه ما يتماداش في العلاقة دي، لان طبعا هو اللي بنفهمه انه عنده عجز يعني بيمنعه من الجواز. فبيقول له ما ينساقش ورا عواطفه ومشاعره عشان هو مش هيقدر يتجوز. فبيزعل طبعا مجدي وما بيهتمش بكلامه، وبيقول له انه هو اي واحدة هيتجوزها هيقدر يسعدها بفلوسه. بعد كده بيلبسوا عشان ينزلوا الحفلة.
بيلاقوا منى طبعا وسعاد وجليلة، وبيجري طبعا مجدي عليهم. قبل ما بيروح بيقول لفؤاد ان دي البنت اللي بيحبها. بيتصدم فؤاد وبيعرف ان هي منى اللي هو كمان بيحبها، لكن بيخبي على صديقه. بيطلب منه مجدي كمان انه هو يوزع سعاد وجليلة عشان يعرف يقعد مع منى براحته ويتكلم معاها. بيساعده فعلا فؤاد، وبيحاول يبعت لهم السفراجي يقول لهم ان ليهم تليفون. فبيقوموا سعاد وجليلة، وبيسيب طبعا منى بتفضل قاعدة مع مجدي بيقعد يتكلم معاها، وبيحاول يلمح لها انه هو معجب بيها وان هو عايز يتجوزها. في نفس الوقت بنلاقي ان والدة منى سعاد المحامي بيتصل بيها وبيبلغها ان البنك رفض الاتفاقية، وان هو هيحجز على العزبة، فلازم تبيعها بسرعة او تحاول تسدد الديون دي عشان البنك ما يحجز عليها. فبتروح سعاد تطلب من منى انهم يرجعوا مصر بسرعة عشان يشوفوا الموضوع اللي المحامي عايزها فيه. هي طبعا بتخبي عليها ان العزبة عليها ديون وكده. اول ما بيعرف مجدي بيحاول يروح معاهم القاهرة بحجة ان عربيته عطلت، فبيعرضوا عليه طبعا يوصلوه معاهم. ولما بيوصلوه لغاية الفيلا بتاعته بيعرفوا مكانه. وبعد كده سعاد بتعرف من خلال منى انه هو بيحبها وبيكلمها في موضوع الجواز، وبتحاول تقنعها، لكن منى بتكون رافضة تماما لان طبعا قلبها متعلق بفؤاد، بس هي مش بتقول لمامتها الحكاية دي. فبتقرر سعاد انها تروح لمجدي في بيته وتستلف منه الفلوس، وبتقوله انها في ازمة مالية وان منى متعرفش عن الازمة دي حاجة، فهي عايزة تسدد الديون قبل ما البنك يحجز على العزبة بتاعتها. طبعا مجدي بيقف جنبها بيقول لها هيديها كل الفلوس اللي هي محتاجاها، وكمان بيقول لها انه كان نفسه يطلب منها ايد منى وخايف انها تفهمه غلط. بتفرح جدا سعاد وبتقوله انها هتروح تقول لمنى وتاني يوم هترد عليه في التليفون. وبيجي فؤاد لمجدي، ومجدي يكون فرحان جدا وبيحكي له ان هو خلاص هيتقدم لمنى وهيتجوزها. وطبعا فؤاد بيرفض وبيقول له حرام عليك، انت مش هتقدر تساعدها كزوجة، وانه لازم يرجع عن قراره ده. لكن مجدي بيتشبث برأيه وبيصر عليه، وبيقول له ان الفلوس هتخليها سعيدة. لكن طبعا فؤاد مش بيستسلم، بيروح لسعاد هانم وبيعرفها حقيقة مرض مجدي، وان هي لو اتجوز منى مش هتكون سعيدة. لكن سعاد اللي بتطمع في الفلوس ما بتصدقش فؤاد، وبتقوله انت بتقول كده ان انت عايز منى لنفسك، وانها مش مصدقة اي كلمة هو بيقولها. اثناء ما هما واقفين بيتكلموا بتدخل منى وبتفرح جدا اول ما بتشوف فؤاد. بتفتكر ان هو جاي عشان يطلبها هي. بيمشي فؤاد وهو زعلان، وبتسأل مامتها عن سبب الزيارة، بتقول لها انه لانه صاحب مجدي فهو جاي يطلب ايدها لمجدي. طبعا بتصدم منى وبتسكت. وبعد كده بتلاقي تاني يوم ان مجدي جاي لها وبيعرض عليها الجواز، وبيقول لها ان حياته كانت من غيرها صعبة وملهاش لازمة، وانها تتجوزه من باب الشفقة والعطف لانه بيحبها جدا، وان هي لو رفضته هيموت. فبيصعب عليها وبتتجوزه. وبعد ما بيتجوزوا بأسبوع بنلاقي مجدي اتغير جدا مع منى، غير معاملته ليها وبقى عصبي وبقى شكاك، وكل يوم بقى مشاكل وخناق. وبيطلب يعني بيتضايق بيغير عليها جدا. فبتطلب منى من أمها إنها تقعد معاهم في الفيلا لأنها أصبحت تخاف منه ومش قادرة تقعد معاه لوحدها. بيتعب مجدي وبيطلب الدكتور فؤاد وبيجي يطمن عليه ويديله الدواء. بتشتكي منى لفؤاد من سوء معاملة مجدي ليها، وبتقوله انها بتفكر في الطلاق لانها بتتعذب. فبيقول لها انه هيساعدها ويقف جنبها في اي قرار هي تختاره. وفعلا بيروح لمجدي وبيقوله انه لازم يخيرها بين ان هي تكمل معاه او انها تسيبه عشان هما الاتنين يرتاحوا. وفعلا بيقتنع مجدي بالكلام ده وبيروح لمنى ويصارحها بحقيقة مرضه وعجزه، وبيقول لها انها حرة الاختيار وانه كان اناني لما اتجوزها من غير ما يقول لها او يصارحها بالحقيقة دي. ومنى بتفكر شوية وبتقرر انها تكمل معاه من باب طبعا برضو العطف والشفقة. وبتعرف فؤاد بقرارها ده.
وهي بتكلمه بيقول لها برضو انا هساعدك وانا هجيب له الادوية اللي هو محتاجها، وانا هكون معاكي في اي مشكلة او اي حاجة كأخ وصديق ليه. فبينزل مجدي من على السلم، بيشوفهم هما بيتكلموا فبيشك فيهم وبيتخيل ان في علاقة بينهم. بعد كده بيحس فؤاد من معاملة مجدي انه بيشك فيه. آه فبيحاولوا ان هم يتجنبوا الزيارة، وبيكتفوا انهم يتكلموا في التليفون. فبنلاقي ان مجدي وصل التليفون بجهاز تسجيل عشان يسمع منى بتكلم مين. وفعلا بيكون فؤاد بيكلم منى بيطمن عليها، وبرضه بيستمر في وعده ليها انه هيقف جنبها. وطبعا مجدي بيكون مسجل مكالمة بيتهيأله ان الكلام ده معناه انهم بيحبوا بعض. بيجمعهم مجدي على العشاء، وبيقول لهم هيسمعهم اسطوانة جديدة اسمها وفاء. طبعا بيتريق عليهم، بيسمعهم المكالمة اللي بينهم، بيتهمهم ان في علاقة بينهم. ففؤاد طبعا بيقوله ان كل دي اوهام، ومنى بتزعل جدا وبتقوله انها لو مش عايزاه ما كانتش اختارته، كان ممكن تسيبه، وانها دلوقتي هتطلب الطلاق لان الشرع والقانون كمان هيكون في صفها، وان هو كده بيهنها. وسعاد طبعا بيتهيأ لها انه خلاص منى هتفقد كل حاجة، فبتحاول طبعا تتفاوض بقى مع مجدي، وبتقوله انها هتقدر تقنع منى وانها مش هتطلب الطلاق، وان هي بس زعلانة من الموقف اللي هو عمله. بيقول لها ان من مصلحتها ما تطلبش الطلاق لانه كتب لها وصية بكل امواله، وانها لو طلبت الطلاق هيحرمها من كل شيء، وكمان هيسمع الاسطوانة دي للناس وهيتسبب لها في فضيحة. فبتأكد له سعاد ان منى مش هتطلب الطلاق. بتختفي منى في اليوم ده، بتروح عند صاحبتها. فلما مجدي مش بيلاقيها في البيت بيشك ان هي راحت لفؤاد، فبيروح للمحامي بتاعه وبيخليه يغير الوصية ويكتب كل أملاكه للجمعيات الخيرية. ويرجع البيت طبعا بيتعب جدا وبيقع، وبيتصلوا بفؤاد عشان يديله الدواء ويجي يعالجه. وسعاد بتطلب من فؤاد انه يقنع منى بالرجوع للبيت عشان تكمل مع مجدي عشان ما يحرمهاش من الأموال. بيرفض فؤاد وبيقول لها انها لازم تتطلق منه بعد الإهانة دي، وان سعاد بتبيع بنتها بالفلوس. فبالليل بيصحى فؤاد عشان يدي لمجدي الدواء، بيتفاجئ ان مجدي مش بيتحرك وانه مات، وان علبة الدواء فاضية، يعني الجرعة اللي خدها كبيرة جدا، فبيعتقد انه انتحر، وبيتصل بالبوليس يبلغ عن حالة انتحار. طبعا بيجي البوليس وبيتهم فؤاد انه هو ممكن يكون قتل مجدي، وده بعد ما يسمع شهادة الخدامين اللي كانوا بيقولوا انه هو اخر ليلة كان بيتخانق مع مجدي. مجدي كان بيتخانق مع فؤاد ومع منى، وانه كان شاكك ان في علاقة بينهم. فطبعا البوليس بيوجه التهمة لفؤاد ان هو يكون قتله عشان يتجوز منى، وبيقبض عليه وبيسجنه. ومنى طبعا بنلاقيها بتعيط وبتقول لمامتها ان فؤاد لو اتحكم عليه هتموت نفسها. يا ترى مجدي اتقتل ولا انتحر؟ ولو اتقتل مين اللي قتله؟ هنعرف دلوقتي. بعد كده بيجي المحامي بتاع سعاد بيقول لها ان فؤاد هيتحاكم عليه فعلا بالاعدام، ويبلغها كمان ان مجدي غير الوصية لصالح الجمعيات الخيرية، وان كده منى ملهاش اي حاجة ولا حتى الفيلا اللي قاعدين فيها. فطبعا سعاد بتشوف منى وهي منهارة، فبتصرحها وبتقول لها ان هي اللي قتلته عشان هددها بالفضيحة، وكمان قال هددها انه هيغير الوصية لو طلبت الطلاق، فاضطرت تقتله قبل ما يغير الوصية، وكمان عشان ما يفضحهاش. بتبكي منى بتروح للضابط تبلغ عن نفسها لانها عايزة طبعا تطلع فؤاد لانه بريء. فبتقول ان هي اللي قتلته، وطبعا عايزة تنقذه، عايزة تنقذ فؤاد وتنقذ والدتها. لكن امها مش بتلاقيها في الفيلا، فبتعرف انها راحت تبلغ عن نفسها عشان تنقذها هي وتحميها. فبتجري مامتها وبتعترف على نفسها، وبيطلع فؤاد براءة، وبنلاقيه في اخر الفيلم ماشي مع منى، وبينتهي الفيلم على كده. وبنتعلم من الفيلم ان الطمع والانانية بيوصلوا للتعاسة وممكن يوصلوا للموت، وان السعادة في الوفاء والاخلاص. وبتمنى لكم مشاهدة ممتعة. سلام.